فلا ينقص الخطيب شيئا حتى يثير عواطف الناس بطرق ملتوية، بطرق غير لطيفة، بأحاديث غير واقعية، بحركات غير ملائمة، حتى نستعطف الناس ونبكي الناس. لا، قضية كربلاء هي بحد ذاتها ما جرى فيها يمكن أن تفت الصخر كما قال الإمام، الصخور تتفتت من. والله يا شيخ رشيد الناس تعبت والله، اعذرنا يعني شو نسوي بعد؟ يعني إذا هو قضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الهدف العام منها الهدف العام من عندها حقيقة هو إبكاء الناس. فالناس تعبت شو تسوي؟ قامت تقرص حق الرجل، حق إذا هي أنه المؤسسة الدينية الشيعية اليوم تروج للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام على أنه يعني شخصية الهدف من عندنا نبكي عليه، نحزن عليه، والحزن عليه دخلنا الجنة، فخلص. فالناس تريد تنوع، فناس تلقى تطخ براسها بالطين، ناس تزحف على الأرض، ناس تضرب راسها بالسيوف، ناس تقرص. الموضوع طويل، ابتكار صنع 1200 سنة يا شيخ يا سيد. يعني الناس تعبت، محتاجة الناس تجديد. فالرجل قام يقرص عادي يعني ايش ضايج من عنده انت؟ شنو المشكلة بالموضوع؟ والحمد لله انتم بالنسبة لكم الإمام المهدي يجي يصدر بعد 1000 سنة، وشعار الحسين لازم تستمر 1000 سنة، يعني حنبقى بس نلطم؟ لا، لازم نطلع شغلات جديدة. زين؟ فاهم علي كيف؟ لأنه الهدف من رسالة الحسين مو الرسالة الحقيقية، الهدف انه نبكي على الحسين. هذه اللي ما فاهمه انت يا شيخ رشيد الحسيني. فلذلك الناس تريد تبدع، تريد تطلع شغلات جديدة. يعني من واحد بشرفك يقول لعباس الطفل نايم الله يرضاها، شلون يصير؟ يعني ما تقول لي شلون يصير؟ شلون يقنع الناس خطية؟ رجال وزخون وعلى باب الله يريد يقبض. زين؟ غير يجيب له شغلات جديدة، صح ولا لا؟ فهذه القضية الحسينية اللي روجت لها الحوزة بهذا الشكل تتطلب مثل هكذا تصرفات. بس مجرد يعني ما اريدك تزعل من الرجل، وراح نشوف ان شاء الله سخافات اكثر بالمستقبل بفضلكم وفضل المرجعية الحكيمة وفضل السيد علي السيستاني. شكرا جزيلا. قناة ظهر المهدي قد جاءت لتصرخ بالظالمين كفى.